باختصار، قسد تنهار. الجيش العربي السوري عم يستهدف الآن بالمدفعية الثقيلة، إن كنتم تسمعون الصوت الآن، وراء جمال الصواريخ على مواقع تنظيم قسد والBKK الإرهابي بالضفة الشرقية من نهر الفرات، ردا على استهداف قسد الإرهابية والBKK لمدينة دير الزور بعدة قذائف. الحمد لله ما في إصابات للمدنيين، وكذلك استهدافه للريف الشرقي بعدة مناطق. عم تدور اشتباكات حاليا على طول ضفتي نهر الفرات بين الجيش العربي السوري وتنظيم قسد، اللي عم يحاول يتمالك نفسه ويلم صفوفه اللي عم تنهار ابتداء من حدود الرقة الغربية. سد الفرات الآن بإيد الأبطال إن شاء الله. الحمد لله في أخبار طيبة، وفي أخبار طيبة راح نبلغكم فيها إن شاء الله من الضفة الشرقية، وبالتحديد ريف دير الزور المغتصب من تنظيم قسد وحزب العمال الكردستاني. هاي آخر إعلان وآخر رسالة لعناصر تنظيم قسد المتواجدين، إن كان كرد أو عرب، والمدنيين الكرد أكيد أهلنا وأحبابنا، لكن عم خاطب حاليا كما خاطبت وزارة الدفاع أخوتنا، ويظلون أخوتنا معلش، لسلم السلاح في أرقام تواصل للانشقاق لأقرب نقطة للجيش العربي السوري. هي الرسالة الأخيرة، لأنه قاداتكم عم يهربوا برات سوريا وبرات الحدود، والأخبار الطيبة راح تسمعونها خلال الساعات القادمة إن شاء الله، وإن الصبح لقريب. اسمعوا.